النهارده ومن 7 سنين، ايوه كده مظبوطه. كان اول فيديو ينزل ليا. الاضاءه وحشه، الصوت وحش، كنت كلبوزه حبتين، بس عادي يعني. انا كنت اول مره اعمل فيديو، ما كنتش اعرف ان في حاجه اصلا اسمها مونتاج. ساعتها انا كنت عامله الفيديو ده عشان كان حد كان عايزني اشرح له جيولوجيا. عرضت الفيديو على الدكتور عندي، قال لي الله ايه الحلاوه دي، ما تكملي في الموضوع ده. احب اقول لك ان 2017 ما كانش في حاجه اسمها صناعه محتوى، كان اسمها ناس بتعمل فيديوهات. ما كانش عندنا غير الدحيح، الاسبيتاليا، ايجيكولوجي والعبد لله. قعدت سنتين بعمل فيديوهات، بس الفيديوهات كان فيها مشكله. الفيديوهات تعتبر ادفانسد جيولوجي، يعني لو انت طالب ثانويه عامه بتدرس جيولوجيا بالعافيه تتفرج على الفيديوهات، او لو انت كليه علوم سنه اولى شعبة جيولوجيا برضه هتتفرج على الفيديوهات. دول بس اللي يفهموا الفيديوهات. اي حد عادي هيتفرج على الفيديو هيحس لو ايه ده، هو انا في محاضره ولا ايه، ومش هيبقى فاهم حتى انا بقول ايه. وهنا كانت النقطه اللي غيرت كل حاجه. قعدت مع نفسي شويه وقلت طب انا الهدف ايه من الفيديوهات بتاعتي؟ انا الهدف بتاعي بصراحه كنت ماشيه ورا ايجيكولوجي ان انا انور الضلمه. طب ما الضلمه ما بتنورش لانها ما بتوصلش للناس الصح اللي مضلمه عندهم. فابتدى المحتوى بتاعي ان انا ابسطه شويه، يعني لو انت 30 فيما فوق فانت تفهم المحتوى. بعد كده ابتديت ان انا اطوره ان هو يبقى بسيط 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 بسيط، لحد ما بقى عندي متابعين عندهم 4 سنين. عندي ناس ما بتتكلمش اصلا بتتفرج على المحتوى بتاعي، وده اللي خلاني اسس الستارت اب بتاعي بيسوف لايف، وان هو يكسب واسافر بيه اليونان. احنا بدأنا بفيديو، ودلوقتي رصدنا بقى 600 فيديو من 2017 ولحد النهارده. بنحارب الجهل، بنكشف الاسرار، وما زلنا على عهدنا مع ايجيكولوجي بننور الضلمه. وكل فيديو جديد احنا عملناه كنتم انتم السبب فيه، وما كناش هنقدر ابدا نكمل رحلتنا من غيركم. بس الحكايه لسه ما خلصتش. استنوا مغامرات جديده ومعلومات جديده خالص لنج اول مره تسمعوا عنها.